السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمناو يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات وجمعة مباركة للجميع. اليوم الإخوان غادي نتكلموا على أول مرة تصريح رسمي من عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية على المنتخب المغربي. كذلك غادي نشوفوا جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري للمرة الثانية يوجه دعوة للمنتخب المغربي أو لوليد الركراكي من أجل مباراة ودية بعد الاجتماعات وبعد مهلة ديال 24 ساعة، بعد واحد الجلسة مغلقة وسرية ونقاش طويل. هذا هو الرد ديال الجزائر على شرط القجع. بقاو معايا الاخوان نشوفوا التفاصيل ديال هذه المواضيع. دائما كنتمنى منكم انكم تضغطوا على زر اعجاب والبارطاج والاشتراك، اما التعاليق فهي خريطه الطريق ديال هذه القناه. وشكرا على حسن المتابعه. على بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. ما زال لحد الآن الجزائر تتخبط بواحد الشكل غير مسبوق. كما كنعرفوا أن رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع وجه رسالة إلى الكاف. هذه الرسالة مفادها أن المغرب يريد خط مباشر إلى الجزائر، من الرباط إلى قسنطينة. الاتحاد الإفريقي يدخل على الخط بواحد الشكل رسمي ووجه هذا الطلب النظام الجزائري، حيث الاتحاد الافريقي دعا الجزائر لقبول تنقل المنتخب المغربي مباشره من الرباط لقسنطينه، وكانت الجزائر طلبت واحد المهله اللي هي 24 ساعه لكي تخرج بتصريح رسمي. وهذا ما حدث بالفعل بعد الاجتماعات السريه المغلقه. الجزائر خضعت لشروط المغرب أو لشرط المغرب. أول تصريح رسمي من بعد تدخل الكاف، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقول: سنخصص استقبالا للمنتخب المغربي كما استقبلونا بمراكش. الرد ديال الاتحاد الجزائري لكرة القدم على ما تم تداوله مؤخرا بشأن رفض السلطات الجزائرية للبعثة المنتخب المغربي من استخدام مطار قسنطينة أو من خط مباشر ما بين المغرب والجزائر، ما بين الرباط وقسنطينة، برحلة مباشرة للمشاركة بالشان اللي منعقدة بالجزائر. بعد ذلك صرح مصدر من الاتحاد الجزائري قال: للأسف هناك أشخاص دائما يريدون الزج باسم الجزائر. وأضاف هذا المصدر: منذ متى أدارت الجزائر ظهرها للأشقاء في المناسبات الرياضية؟ هذا عرس كروي مهم لكل الدول الإفريقية، ونحن حريصون على استقبال الدول بأفضل طريقة. ويواصل الاتحاد الجزائري وينفي بشكل قاطع أي أخبار اللي كتروج برفض السلطات الجزائرية والسلطات العليا ديال البلاد تنقل بعثة المنتخب المغربي على رحلة خاصة إلى قسنطينة، بحيث أكد أن بعثة المنتخب المغربي ستحظى بنفس الاستقبال الذي خصص لنا خلال سفرية مراكش. وأكد الاتحاد الجزائري أنهم خصصوا إمكانيات هائلة لاستقبال الوفود بأفضل طريقة، ومنهم الوفد المغربي. وحرصت الاتحاد الجزائري على وضع هذه المنتخبات أو هذه الوفود في أفضل الظروف، بما في ذلك المنتخب المغربي. نحن نتكلم على منتخب عربي، نحن نتشارك في الكثير من الأمور، بالإضافة إلى أننا جيران. وأتحدى أي أحد يقول أن السلطات الجزائرية رفضت السماح للمنتخب المغربي في الدخول إلى الأراضي الجزائرية في خط مباشر. بالعكس، المنتخب سيجد كل تسهيلات بهذه البطولة. هذا هو تصريح من أحد الأعضاء ديال الاتحاد الجزائري. في حين إخواني أخواتي مسؤول جزائري كذلك ينفي السلطات العليا الجزائرية دخول المنتخب المغربي عبر خط مباشر من الرباط لقسنطينة. هذا ليس بغريب، هذا ما عودتنا به الجارة الشرقية، دائما في تناقض، دائما كتخرج بواحد التصريح والغد ليه تخرج وتنفي هذا التصريح. هذه هي الجارة الشرقية. في حين إخواني أخواتي غادي يخرج واحد التصريح مفاجئ وتصريح غريب جدا من عبد المجيد تبون. قبل ما ندخلوا صلب الموضوع وتصريح ديال عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائرية كذبون، هنا في هذا التصريح غادي نعرفوا علاش حنايا سميناه كذبون. في تصريح أو في حوار مع جريدة فرنسية اللي دارته مع عبد المجيد كذبون، صلب هذا الحوار أحرجته هاد الصحيفة الفرنسية بسؤال قالت له: كيفاش تبعتي المشاركة المشرفة ديال المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم ديال قطر 2022؟
يكون الجواب ديال كتبون كالتالي: طبعا المغاربة شرفوا الكرة العربية والإفريقية والمغاربية، وكنت أنا من المتتبعين وأنا من المشجعين الكبار للمنتخب المغربي، وكنت أول من هنأهم. وهذا الشيء علاش سميناه عبد المجيد كتبون. فين هي هاد التهنئة؟ حيث ما بقى حتى شي رئيس دولة أو أمير أو ملك دولة عربية وإفريقيا كذلك ما هنؤوش المغرب وما بعتوش برقية لصاحب الجلالة أو داروا تدوينة على الحساب ديالهم الرسمي. المعروف على كتبون الكذب والتزوير في الكلام. متى وأين هنأت المغرب؟ فوقاش؟ إمتى هنأت المغرب؟ فين كاين هاد التهنئة؟ أو أنها عن طريق النية. ربما أن عبد المجيد كتبون هنأ المنتخب المغربي عن طريق النية، وبالتالي كتعتبر حتى هي تهنئة. حتى شي وسيلة إعلامية لا جزائرية ولا عربية نشرت الخبر أن عبد المجيد كتبون هنأ المنتخب المغربي. الصفحات ديالكم حتى وحدة ما خرجت هذا الخبر، ما كان حتى حساب كيتكلم على التهنئه ديال عبد المجيد كتبون. راه حتى وسائل الاعلام ديالكم منعتوهم من الحديث على المنتخب المغربي، بل والاكثر من ذلك طردتوا المدير ديال التلفزيون الجزائري بسبب انه جبد او ذكر تاهل المنتخب المغربي الى نصف النهائي. اذا لماذا الكذب؟ او ان كتبون كان مضطرا انه يكذب لان هذه الصحافه الفرنسيه او الصحيفه عفوا الفرنسيه احرجته بهذا السؤال. وحنا كنعرفوا بلي كتبون هو منافق من العيار الثقيل. في هذا الفيديو الاخوان كنشوفوا امور غريبه جدا، يعني بحال هذا التصريح ديال كتبون. كنشوفوا جمال بالماضي اللي هو مدرب المنتخب الجزائري يتصل المدرب ديال المنتخب المغربي ويدعو وليد الركراكي لإجراء مباراة ودية ما بين المنتخبين المنتخب الجزائري والمغربي، ولحدود الساعة لم يتم الإعلان عن أي موعد زعما إنزال ديال هذه المباراة الودية. وبالرغم من هذا فهذا الأمر كيجينا شوية غريب، علاش بالضبط في هذا الوقيته بالضبط في هذه الظروف جمال بالماضي يتصل بوليد الركراكي ويقول له خصنا نديروا واحد المباراة ودية. مهم إخواني أخواتي، هادو هما المواضيع ديالنا ديال اليوم. كنتمنى منكم أننا نتفاعلوا بالتعاليق نتكلموا على هذا الموضوع. وتحية لجميع المتتبعين الأحرار اللي دائما كيتابعونا ودائما كيدعمونا سواء باللايك سواء بالبارتاج سواء بالاشتراك. دمتم في رعاية الله، وشكرا لحسن المتابعة، وشكرا كذلك للحضور ديالكم. وما تنساوش اللايك باش هذا الفيديو يحقق لنا نتائج إيجابية ونتائج مرضية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.